أجل الحقيقة والمزيد في التقرير التالي للغالي الكوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شابة صحراوية من مخيمات اللاجئين بتندوف جنوب الجزائر، وشفت فيديو الشاب الصحراوي اللي طلب من جميع الصحراويين عنهم يتخطوا حاجز الخوف ويعبروا عن معاناتهم في فيديو شريط واحد عبر الإنترنت، وبقيت أشارك في هذه الحملة دقيقة من أجل الحقيقة. وفي هذا الإطار نمدد بظاهرة الاعتداء الجنسي اللي تعرضت له المرأة الصحراوية من طرف أحد القيادة البارزين بجبهة البوليزاريو، وراني قايل لجميع العليات الصحراويات اللي منهم قد تعرضت للاعتداء الجنسي عنها تكسر عنها حاجز الخوف، ويقولوا ذا اللي طرى لهم. أنا تعرضت لاغتصاب من طرف أحد القيادة البارزين في الجبهة سلمتني له، وما مسؤولة كبيرة في الجبهة، وقالت لي عنه اللي هي يعطيني وظيفة. هي ما نقدر نقول اساميهم، هي قلت اساميهم الناس اللي تعرفني وتعود ترد قصتي، وهذا يسبب خطورة كبيرة علي أنا، ويعود حاجز كبير بيني وبين جوازي وبين أهلي. هي بتقعد تهلي عني لهي ننسى الماضي وندفنه، وأنا ما عندي حد هون يدافع عني في هذه الأرض النسية، وكيلي فيه مولانا داعية المظلوم مستجاب. نظر الثورة المغيبة في أرض المخيمات بتندوف تلوح من قريب على ما يبدو، فالصوت المعارض الذي ظل خامدا بفعل الترهيب يتعالى اليوم، لكن بشروط الحذر التي ألفناها طبعا بعد صور المعارضة الفتية التي تابعنا فصولها في تصريحات المؤثرة لشباب الصحراويين من موقع معاناتهم، وهم غاضبين ومطالبين بمخرج وخلاص من مأزق المخيمات، باحثين عن حياة أفضل. اليوم وفي تسريب جديد تأتي قضية هتك الأعراض بشجون نسوية مفحمة، ضحايا نسوة تتوالى شهاداتهن كحجج دامغة تسقط العار على القيادة. شخصية أخرى تخرج لنا اليوم وتجرؤ من وراء ستار الخوف طبعا تعلقا بالحياة. هنا في عرائيل حمادة تحكي لنا هذه الشابة التي تجاوزت حاجز الخوف قصتها الأليمة التي ولدتها رحلة البحث عن أمل لا غير. بطش جلادي أرغمها على الكتمان اليوم بالنسبة لها وبالنيابة عن أخريات تؤكد لنا هذه الضحية أن هاجز الخوف كان ولا زال وراء الصمت والتراجع المألوف لضحايا كثر عايشوا نفس المصير. المسؤولون في قيادة البوليساريو إذن في قفص الاتهام كما العادة، والأسباب لا تعد بين هضم الحقوق وقمع الإرادة في الحياة وحرية التعبير والتلاعب واستغلال الجماهير اللاجئة حتى في هتك أعراضها، حيثيات الأزمة الإنسانية التي تختصر غالبا في فصول المفاوضات بكلمة معاناة تطفو اليوم على السطح أو على أرض الحمادة، بالأحرى على ألسنة المتضررات. أصحاب الحقوق المغصوبة على أرض الحمادة يأتون في ثورتهم فرادى، في ثورة تستلهم الضمائر الحية وتدعو الجهات المسؤولة في قضية الصحراء والهيئات المعنية في العمل لحفظ وصون الكرامة الإنسانية لجموع اللاجئين، وكما تدعو إلى الحسم في وقف مسار التشرذم الصحراويين